السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بسلم على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان. انا سيلة صالح، والنهاردة هنعمل مع بعض العيش السوري او عيش الشاورما او الرقاق الطري باسهل طريقة. بجد طريقة تحفة هتخليكي تعمليه كل يوم. اسهل طريقة فرد وكمان اسهل طريقة تسوية. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ شايفين قد ايه طري وخفيف وجميل جدا. طعمه كمان اكتر من روعة، تقدري تستخدميه في اكتر من استخدام. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ بفكرك تعملي لايك وشير للفيديو وكمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الاشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كيلو من الدقيق اللي بستخدمه دقيق متعدد الاستخدامات. الدقيق بكون نخلاه الأول وده مهم جدا. على كيلو الدقيق بنزل بمعلقة صغيرة مليانة من الملح. بقلب الملح كويس مع الدقيق بالشكل ده، وحابة أنزل بالدقيق في العجان. ما عندكيش عجان تبقى هتعجنيه بإيديكي، مش بياخد منك وقت خالص. نزلت كده بكيلو الدقيق في العجان بالشكل ده. معايا 4 معالق كبار من الزيت. بنزل بالزيت على الدقيق، ومعايا كمان 3 كوبايات من المية. كيلو الدقيق بالكوب المعياري يعني 7 كوبايات، والكوب المعياري نفس معيار مج الشاي. فأنا كده نزلت ب3 مجات من المية. تمام. ممكن نحتاج لمعلقتين، يعني ممكن الدقيق يحتاج معلقتين من المية، ممكن يحتاج لمعلقتين من الدقيق على حسب نوع الدقيق. هنا بقى بدأت أشغل العجان على أول سرعة في الأول لحد الدقيق كده ما يبدأ يختفي، وبعد كده بعلي السرعة. الرقاق ده او العيش ده ما بياخدش خميرة، ما بياخدش بيكنج باودر، ما بياخدش اي مواد رافعة. بس الدقيق والمية والملح وكمان ال4 معالق من الزيت. هنا بقى لقيته محتاج كمان مية، فزودت برضو كمان من معلقة لمعلقتين من المية، مش اكتر من كده. بيتعجن لمدة 5 دقايق. باخد كده قطعة من العجين لقيتها مقطعة لسه، طول ما العجينة بتقطع تبقى لسه محتاجة العجن. لازم العجينة تكون واخدة عرق علشان خاطر لما تيجي تفرديها ما تتقطعش منك. عجنت العجينة بتاعتي كده في العجان من 5 دقايق ل7 دقايق لحد ما العجينة اتخدمت واتعجنت كويس جدا. عجينة الرقاق ما بتكونش يعني طرية قوي، وكمان ما بتكونش ملزقة. بصوا هنا العجينة اخدت عرق كده، يعني نشطنا مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق، والعجينة بقى فيها مطة بالشكل اللي انتوا شايفينه. كمان العجينة ملمسها حلو ومش بتلزق. تمام. هنا حلة العجان بوريها لكم كانت نظيفة، وده مهم جدا عشان تتأكدي ان العجينة بتاعتك اتعجنت كويس. بلم بقى العجينة بتاعتي بالشكل ده على بعضها، وهبدأ اقسمها. في الاول ببدأ اجهز كده صينية جنبي او صاج، وببدأ ارش عليه دقيق علشان ارص عليه قطع العجين. كده تمام. هبدأ بقى اقسم العجينة بتاعتي كده على نصين، وهنبدأ نقطعها لقطع متساوية. بلم بقى العجينة ملمسها حلو جدا. بلم بقى العجينة كده وببدأ افردها كده على شكل رول، وهنبدأ نقطعها على قد ما تقدري تخلي القطع بتاعتك متساوية. تمام. هبدأ اخد بقى كل قطعة وهلمها على شكل كورة بالشكل ده، وبرص على الدقيق او على الصاج اللي مرشوش برشة الدقيق. بخلص بقى كل العجينة بنفس الطريقة. ولو قابلتك واحدة وحسيتيها كبيرة شوية ممكن تشيلي منها حتة علشان يطلعوا كلهم متساويين. بس كده. بخلص بقى، وزي ما شفتوا كده خلصنا كل كمية العجينة بتاعتنا بالشكل ده. هبدأ بقى بكيس بلاستيك وبغطيها، الجو ساقعة علشان العجينة ما تشدش مننا. هنا بقى معايا كوباية من الزيت السخن. الزيت سخنته على النار كويس جدا. هبدأ انزل من 3 ل4 معالق كبار من الدقيق. انا هنا نزلت ب4 معالق كبار من الدقيق، وبدأت اقلب في الدقيق بالشكل ده في الزيت السخن. الزيت السخن هيسوي لي الدقيق، هيدي طعم حلو قوي للرقاق. كمان مش هيخلي الدقيق يبقى مجير كده وباين بعد التسوية. وكمان يبقى احنا كده عملنا خطوتين في خطوة واحدة، يعني بدل ما كنا بندهن قطع العجين بالزيت وبعد كده نرش بالدقيق، لا كده الدقيق مع الزيت في خطوة واحدة. هنركن بقى الزيت بالدقيق لحد ما يبرد تماما، مش هينفع خالص ان احنا نستخدمه وهو سخن. لو استخدمت السخن هيسيح لك العجين. تعالوا هنا بقى نبدأ نفرد في قطع العجين بتاعتنا.
باخد بقى قطعة قطعة كده، وببدأ ارش الدقيق فوق ورشة تحت، وببدأ افردها نص فردة بالشكل ده. لازم طبعا نكون رشين الاول دقيق علشان خاطر نتأكد ان قطع العجين بتاعتنا مش هتلزق في بعضها. نص فردة بس بالشكل ده، وهنبدأ نرصهم كده جنبنا لحد ما نخلص كل الكمية. خلصنا كده كل كمية العجين بتاعتنا وفردناها. طبعا الموضوع مش بياخد منك وقت خالص، طريقة سهلة جدا. جبت كده برضو صاج وهبدأ ارشرشه كده بالدقيق وحطيته جنبي. وتعالوا بقى هنا جبنا الزيت اللي ضفنا له 4 معالق كبار من الدقيق، بنقلبهم كده كويس علشان دايما الدقيق بيكون متراكم تحت. بنقلب بقى كويس وبالفرشة، وببدأ اوزع الزيت بالدقيق على طبقات العجين بالشكل ده، ونركز قوي على الحروف. تمام. هنبدأ نحط واحدة كمان، ودايما الجنب اللي بيكون فيه الدقيق هو اللي بيكون لتحت. تمام. نركز على الحروف علشان العجين ما يلزقش في بعضه. هنعمل قد ايه؟ هنعمل كل 4 مع بعض، وممكن كمان تحطي كل 5 مع بعض. عايزه اقول لكم الاول ان انا كيلو الدقيق قطعته ل 30 قطعه، نسيت اقول لكم الحكايه دي. قطعته ل 30 قطعه. هنا كده حطيت 4 طبقات على بعض، وابدا اعمل كمان واحده بالفرشه، وبنبدا نوزع كده الدقيق بالزيت بالشكل ده، وبنبدا نرص 4 طبقات فوق بعض. طبعا اخر طبقه مش بنحط عليها حاجه. تمام. وهنبدا برضو نرص كده على الصاج. خلصنا كده كل الكميه بتاعتنا، ويلا بقى بعد برضو ما سيبناهم كده ارتاحوا كمان 10 دقايق، هنبدا ناخد اول واحده عملناها. رش الدقيق كده تحت، وهبدا اول ما ابدا افرد بالشكل ده ابدا كمان ارش رش الدقيق فوق، وهنبدا نقلبها على الجنب التاني. ليه بنقلبها على الجنب التاني؟ علشان الدواير بتاعتنا لما بتيجي تفردي من فوق بس بتكش وبتلم كده من تحت، فلازم ان احنا نفرد ونرجع نقلب على الجنب التاني. كل ما نفرد نقلب على الجنب التاني، يعني مرة على الوش ومرة على الظهر، علشان تتفرد معاكي كويس ويطلعوا متساويين. تمام. طبعا الحجم بقى على حسب ما تحبي. لو الصينية بتاعتك صغيرة فاعملي حجم صغير، لكن انا هسوي في صينية كبيرة فبراحتي بقى ان انا اوسع. هنا بعد ما فردت عندي بقى صينية ألمونيوم كده مستغنية عنها، ودايما مخصصاها لما باجي اعمل حاجة كده على البوتاجاز من فوق. حطيت كده الصينية، وكمان مسحتها بمسحة زيت خفيفة، وبستنى لما الصينية تسخن كويس جدا. اهم حاجة الصينية تكون سخنة كويس علشان اول ما تنزلي بالرقاق يتشمع بسرعة ما يلزقش. النار كمان بتكون يعني نار متوسطة. هنا بقى اول ما بتحسي ان بدأ الرقاق يعمل فقاعات كده، بتبدأي تقلبيه على الجنب التاني. تمام. بغير بس كده او بحرك في الصينية علشان النار تتوزع كويس. بس كده بنبدأ بقى نشيل بالشكل ده. اول كده ما بتحسي بس ان هي بدأت تسيب من بعضها وتبدأ الهواء كده يخش فيها، تبدأي تقلبي على الجنب التاني وتشيلي اللي تحت، بتسحبيها بالراحة، ودايما بتكوني سريعة علشان ما تتقطعش منك. الموضوع عايز سرعة شوية، هي بتبقى سخنة قوي بس طبعا لازم علشان ما تلزقش وكمان ما تتقطعش. بصوا بقى، بصوا الجمال بجد تحفة. اظن بقى مفيش اسهل من كده في الدنيا. الرقاق ده بقى هتستخدميه في صينية الرقاق الطري، الرقاق باللحمة المفرومة. ممكن تستخدميه في سندوتشات الشاورما، سندوتشات البطاطس السوري، تستخدميه في اكتر من استخدام. تحتفظي كمان بيه في الفريزر، بيقعد عندك وقت طويل، يعني ممكن تعمليه وتشيليه في الفريزر لرمضان، هينفعك في استخدامات كتيرة قوي. طبعا انا بشيل الواحدة وعندي صينية حاطة فوطة من تحت وفوطة فوق، برص الرقاق بين الفوطين، يعني فوطة تحت وبكون مغطياه بفوطة. بمسح بقى الصينية وببدأ احط واحدة تانية، وهنا كنت خلصت كل الكمية بتاعتي. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ تحفة بجد. وعايزة اقول لكم بجد بجد طعمه تحفة، طعمه جميل جدا. بصوا بقى طري قد ايه. حابة بقى تحتفظي بقى بيه في الفريزر، يبقى هنجيب زيت وهنجيب الفرشة بتاعتنا، وهنبدأ ندهن طبقة طبقة بين كل واحدة وواحدة. بتبدأي بس تدهني كده فرشة من الزيت علشان تتأكدي ان هو مش هيلزق منك.
جميل جدا، جربوه وان شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. اعملوه بقى لرمضان، كمان تستخدموه في السمبوسك بيبقى حلو قوي. جربوه بقى وقولوا لي ايه رأيكم. طبعا كل المقادير دايما ببقى سايبها لكم في صندوق الوصف، وابقوا شوفوها، وكمان خدوا جولة في القناة هتلاقوا فيديوهات كتيرة تعجبكم. ما تنسوش تسيبولي تعليق حلو زيكم علشان اعرف الفيديو عجبكم ولا لا، وكمان لايك وشير للفيديو علشان غيركم يستفيد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.